السلام مرحبا بكم على قناة بيسكو جنتي. ان شاء الله اليوم نتعرفوا على بعضنا على وصفة سهلة وسريعة واقتصادية، وهما جوانح الدجاج. ان شاء الله باش نعملوهم في الكوشة باش يجيونا كيما الكريسبي، لكن بطريقة كيما الموسلي. تبعوا معنا العملية حتى اخر الفيديو. للوصفة نتاعي باش نتحقق شوية فينيغر بلزاميكو، الخل البلزاميك، زيت زيتونة، شوية تفاح، خديت الفلفل المهروش الحار، ملح، فلفل اكحل، كركم، كمون، وثلاثة سنون ثوم. هذوما الكل باش نقوم بالرحي نتاعهم باش نعمل كيما الخليط ما بين اللفاح، الثوم، الزيت والخل نتاعي، اللي باش بعديك باش نعمل فيه ماريناد نتاعي نتاع الدجاج، وباش نخليه على اقل حاجه 4-5 سوايع وهو قاعد في السوسريه نتاعو. تابعوا معنا العمليه حتى الاخر. الماريناد نتاعي حطيت 3 سنون ثوم، باش نزيد عليهم الفلفل المهروش، الكركم، الكمون الاكحل، وبعد نرحي كل شيء مع بعض وهذايا، وبعد باش نزيد نحط زيت الزيتونه نتاعي والخل ونخلطها نعمل الماريناد نتاعي. انا رحيت الخليط نتاعي كله، الثوم مع الكركم، الكمون، الفلفل الاكحل، شويه ملح. تمام، باش نقوم بإضافة زيت الزيتونه والخل نتاعي، وباش نحطو في وعاء غارق ونعملو بيه الماريناد نتاع الدجاج نتاعنا، نتاع جوانح الدجاج نتاعنا. الخل نحاولوا ما نحطوش برشا بالناس اللي ما عندهاش معلقه نتاع الخل، ونخلطوا الماريناد نتاعنا. ما شاء الله الريحه. نجيو لهنا نحاولوا نخلطوهم شويه باش يتجانسوا الكل يدخلوا في الصوص. هنا نغطيو الوعاء نتاعنا بالفيلم، ونخليوه في الفريجيدير لمدة 5-6 ساعات حتى أكثر. هذايا الجي نتاعي باش يقعد لي بعديكا. إذا كان باش نعملو معاه حاجة راك عندنا الجي. هذه هي النتيجة. نحطوه في الفور 180 درجة. هوني كملت الطهي نتاع الجوانح نتاعي كيما قاعدين تشوفوا كيفاش جاني كيما نحبوا انا، مع الصوص هذيك باش يقعد لي معاها تري دجاج، وزيد عملت معاه بيوري نتاع بطاطا نتاع بطاطا اكومبانيمون، ومعاه هذيك باش نحطها فوق البيوري. هذا هي النتيجة الجي نتاعي. هذاك باش نحطو مع البيوري، وهذا هي الدجاج نتاعي حضر. كملنا التحضيرات نتاعنا، زدت معاهم سليطة خضراء، هذاك البيوري نتاعي، وهذا جوانح الدجاج نتاعي. نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. شوفوا الدجاج نتاعنا ما شاء الله جات ري. بنين بسم الله.